حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله في الفيديو ده هقول لكم على 9 نقط ازاي تخلي الطفل يبقى مسؤول عن نفسه وتقوي شخصيته. ازاي تقدر يعني نقدر ان احنا نخليه صاحب كده قرار ومسؤولية. يلا بينا. اول حاجة معانا، بلاش الدلع الزيادة. لازم يعرف ان كل حاجة لازم يتعب عشان يوصلها. يعني ايه؟ يعني مش كل حاجة طيب حاضر تمام يا حبيبي، طب خلاص ما تعيطش ان شاء الله هنعملها، طب مش عارف ايه، طب انت ايه ده، انت مش عارف مثلا تعمل الحاجة الفلانية، خلاص يا حبيبي انا هعملها. ده ممنوع، بلاشه. يعني لو عملنا كده مرة بلاش نعمل التانية. نحاول يعني نخليه يتحمل شوية المسؤولية. رقم 2، ان احنا الاعتماد على النفس، سواء بقى في الاكل او في الشرب او في مهام في البيت، او المشاركة والاختيار. يعني مثلا لو هو اكل خليه هو يشيل طبقه، لو هو عطشان او عاوز يشرب خليه هو يجيب لنفسه يشرب. مهام بقى في المنزل، يعني مثلا حط يا حبيبي هدومك في الدولاب، مثلا شيل طبق الاكل، يعني حاجات خفيفة يقدر يعملها. لم لعبك. المشاركة، ان انا اشاركه، ايه رأيك النهاردة مثلا نخرج، ايه رأيك النهاردة مثلا نعمل اكل كذا، طب ايه رأيك تساعدني ان احنا نعمل الغدا سوا. والاختيار، ان احنا نسيبه يختار، نديله حرية الاختيار. رقم 3، الأمانة. ان احنا ما ينفعش نرمي حاجة على الأرض في الشارع. يعني ما ينفعش مثلا أكون بشرب كنزي أو بيبسي أو أي حاجة وأقوم مخلصة الإزازة ورمياها، لا. يعني بيبقى في سلة، فأنا أعمل كده قدامه وأرمي الحاجة اللي في إيدي في السلة، فبالتالي هو هيعمل ده. تاني حاجة برضو، ما ينفعش نبوظ حاجة في مكان عام. يعني اما اكون قاعدة في جنينة او قاعدة عند حد، ما ينفعش ان انا العب بأي حاجة كده من غير استئذان. ما ينفعش ان انا اقطف ورد مثلا. يعني حاجات البسيطة دي. برضو الحفاظ والنظافة والحفاظ على الممتلكات وممتلكاته كمان. يعني برضو ودي تشمل النقطة بتاعت فوق، لو انا قاعدة في حديقة مينفعش ان انا اشد الكرسي اكسره، او ان انا اشد وردة او اقطعها. يعني نحاول قدر الامكان نفهمهم بعض الحاجات دي. رقم 4، الحدوتة اللي قبل النوم. ودي يا جماعة بقى مهمة جدا جدا. يعني الحدوتة اللي قبل النوم، الأطفال على فكرة بتفضل فاكراها وحطاها في دماغها. وكمان ممكن لو في عادة سيئة انت عايزة تغيريها، احكيها في الحدوتة. يعني خلي البطل بتاع الحدوتة بيمارس العادة السيئة دي ونتائجها ايه. الطفل هيحط في دماغه الموضوع ده، لان البطل ده طبعا هو بطل من ابطاله، فهيبقى عارف ايه اللي بيتحكي. يعني مثلا لو بيحب سبايدر مان الكلام ده، قولي له مثلا تخيل سبايدر مان النهارده ما سمعش كلام ماما، فماما زعلت منه. يعني الحدوته اللي قبل النوم بتثبت كويس جدا جدا في مخ الاطفال، فركزوا عليها. رقم 5، ممارسة الرياضة، بالذات الرياضة الاجتماعية. لو الطفل ضعيف، شخصيته ضعيفة، او لو الطفل صغير بيتدرب مثلا كتير ونفسيته تعبانة او كده، ممكن نعمل له مشاركة في الرياضة. ومن قبل كل ده نلحقه برضو بالمشاركة في الرياضة، لان الرياضة بتطلع الطاقة اللي جواهم وبتخليهم اهدى كتير. وكمان الرياضة الاجتماعية، زي مثلا بقى عندنا رياضات كتير زي الكورة، السباحة، اللي هو الكاراتيه. الحاجات دي يعني بتطلع الطاقة بتاعتهم، وفي نفس الوقت بتعلمهم يعني ايه ان احنا نبقى متعاونين، يعني ايه مشاركة مع غيرنا عشان نكسب كده يعني. فبرضه ممارسة الرياضة مهمة جدا. رقم 6، الإحساس بالغير ومساعدة المحتاج. يعني مثلا لازم نبقى فاهمين بابا الحاجة دي صغرت علينا، فاحنا هنشوف حد محتاج ونديهاله. معانا مثلا فلوس فكة او كده، قابلنا حد محتاج في الشارع او في اي مكان، يعني ندي قدامه فهو يفهم ده، ان احنا بنعطي الناس المحتاجة. ده مهم جدا. رقم 7 بقى، شجعيه على اتخاذ القرارات بنفسه وبيجرب عشان يعرف النتائج. يعني مثلا هو عاوز يشرب شاي والشاي ده سخن، ماشي يا بابا امسك الكوباية بس خلي بالك. ما سمعش الكلام، سيبيه يمسك الكوباية يلاقيها سخنة، خلاص هو هيعرف ان خلاص ماما كان عندها حق، وان انا التجربة ديت مش تمام. او مثلا هو عاوز يروح درس، سيبيه يروح ويجرب. عايز يروح مثلا يلعب رياضة وهي مش مناسبة ليه، سيبيه يروح ويجرب. المهم يعرف نتيجة اختياراته علشان يعرف ويقرر بعد كده لما يكبر يقرر صح.
رقم 8، لو انت اتفقتي معاه على حاجة مع طفلك يبقى لازم تنفذيها، علشان ما تبقاش طبعا بتكدبي وفي نفس الوقت تعلمي الكذب. طب انا ممكن اكون اتفقت بقى في حاجة مش في امكاني، يعني مثلا يا بابا لو خلصت الواجب يا حبيب قلب ماما هنروح نخرج مثلا، وحصل ظروف وكده وما خرجناش، اقعد معاه واتكلم معاه وافهمه ان احنا هنخرج في يوم تاني. ما ينفعش اقول له طيب خلاص احنا مش خارجين من غير اي مبرر، لا 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 لا، احنا مش هينفع نخرج النهارده علشان خاطر حصلت ظروف، ولكن اوعدك ان احنا بكره هنخرج وبكره تخرجي. لان لو ما عملتيش كده الطفل هيترجم ده وهيبقى كذاب. هيجي بقى بعد كده ايه يا حبيبي عملت الواجب؟ اه عملته تمام، اللي هو بيريحك بقى، ما انتي ريحتيه. فغلط جدا. لو اتفقتي معاه على حاجة او قلتي له لو عملت كذا هعمل لك كذا، لازم تنفذي كلامك وتكوني قده. رقم 9 والاخير، مش عيب ابدا ان الطفل يغلط. نفهمه الغلط ونحاول نصلحه. انا بقول بقى الجملة دي لنفسي، يعني انا كمان مش عيب يا جماعة ان عيالنا يغلطوا. يعني الطفل في المرحلة اللي هو من سنة ل3 سنين او 5 سنين او حتى 6 سنين، دي اطفال صغيرة بتكتشف العالم. يعني عادي يغلطوا، عادي يعملوا حاجة، يكسروا حاجة، يوقعوا حاجة. المهم ما يأذوش نفسهم، والمهم ان احنا نفهمهم ونوجههم. يعني انا من الناس العصبية جدا وبحاول اصلح ده، لان العصبية والنرفزة والزعيق والكلام ده مبيجيش نتيجة، للأسف بيخلي الطفل ضعيف والشخصية وزعلان طول الوقت ومش عارف يعبر هو عاوز ايه، وبالتالي مبيبقاش فاهمك. يعني ساعات بتطبطبي وساعات بتبقي كويسة، فهو مش فاهم انتي طيبة ولا مش طيبة، يعني حنينة او بتتعاملي معاه بقسوة. فأرجوكم، بقول لنفسي وبقول لكم، مش عيب ان الأطفال تغلط. الغلط بيخلي الطفل يفهم الصح. لو مفيش طفل بيغلط مش هيفهم الصح. يعني احنا نفسنا بنغلط. دايما نحط الرقم 9 دي في دماغنا قوي قوي. رقم 10 وده بقى مني، هو طبيعي طبعا، هو كل ده مني انا اللي كاتبه، بس طبعا رقم 10، أولادنا أمانة. يعني نحاول نساعدهم عشان يبقوا صح، لأن للأسف احنا عايشين في مجتمع يعني يؤسفني ان انا اقول صعب جدا، وفي حاجات كتير مش صح. نربيهم يا جماعة، حاولوا تربوا ولادكم. ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب. وانا اسفة طولت عليكم، صورت لكم القائمة ديت في اول الفيديو علشان تبقى سهلة عليكم للي عاوز يراجعها. يا رب اكون قدرت ابسط لكم كده حاجات خفيفة عشان الطفل يبقى عنده القدرة يتحمل المسؤولية ان شاء الله قدام. دمتم يا رب سالمين وبألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.